طيب مناشدتكم شو يا حجة في الزنة؟ انتوا شو بتقولي للمسؤولين؟ انا بقول جزاه الله عليهم المسؤولين يجوا يتفرجوا بحالهم، ما يبعثوش لنا حدا، يجوا هم بحالهم ويحكموا، يشوفوا ويحكموا، ما يستنوا يسالوا حدا. انا بقول اللي بيعرف الله بضمير يجي يتفرج على الظلم هذا اللي احنا فيه ويحكم لحاله. ايش ما شو الظلم اللي انت الظلم هذا؟ انه احنا بنلاقي اللي زي هيك ممكن انه يساعدوه بشرشف نيله باي شيء، يساعدوا شاب زي هيك يعني واقف الحال ومعدومين من يوم الحرب. كله هذا من اثر الحرب، والله من اثر الحرب. لحد ما قبضوا ولا صرف، ما عملتوا ولا شيء، ولا قبضوا ولا صرف. وهي الطنيات بدهم يموتوا من والله مريض ما لقيته توديه على الدكتور. يعني بنتمنى من المسؤولين يجوا يتفرجوا ويساعدوهم، يساعدوا الاثنين الغلبانين. أسرة مين؟ امجد هشام سلوط وعمر هشام سلوط. كل واحد يعيل كم؟ عمر عنده 6 انفار وهذا 4 انفار. يعني والله يعني وضع امجد صعب جدا جدا. كمان شفت حليب لبنه الثاني لما بدور له سياره بشحدها شحده وبنزل البني ادمين. يعني اكيد انتوا الظرف هذا يعني بتتمنوا يكون افضل واصلح من هيك. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. المي لانه المي في كل مكان، يعني على كل شيء المي. كل فيش لولا السرير الطنا نايم عليها ولولا مريض كمان والله ما رضوا ينزلوا يا ويلي عشان كله تحت، وعندنا تحت عيلتين وهذا المي بتنزل تحت برضه. هذا المي بتنزل تحت، يعني السقف اللي عملوها ايام الحرب ما اتظبطش تحت. حتى زينجو انه يعني مش شيء يعني زي ما انت شايف يعني في الشبابيك مفتوحه ستارات يعني. مفيش شبابيك ولا في بيبان، يعني لو برد كمان شديد هوا. لو مقدر صح بخلي حاله هيك. لو يعني الله رازقه قول لو في شغل زي الناس صح ممكن، لو في اي شيء كان مخليش حاله زي هيك واولاده كل يوم وهو وديهم على الدكاتره وعلى الجمعيات. اذا هي رساله من الزنه تصرخ فيها هذه المواطنه وام طبعا لشابين، ويعيل هذين الشابين أطفال لا يستطيعون إدخال قوت يومهم وهم حالة يعني مزرية ووضع معيشي صعب جدا. المياه في هذا المنخفض تضربهم في كل مكان. عل هذه الرسالة تصل لكل الناس عشان هذا الطفل يعني اسمه عبد الرحمن عبد الحميد أمجد سلوت، عمره عام.